كل بقى اللي بتعمل رجيم بقى ودايت تجمع هنا. هنعمل احلى فطار، وجبه متكامله ما فيهاش حرمان، ناكل براحتنا، فيها كل حاجه. الوجبه دي ممكن تنفع للولاد عادي، مفيش مشكله. هنقول مع بعض ايه المكونات بتاعتها، وانت على حسب اللي انت عايزاه تزودي بقى تنقصي براحتك. معايا جزر مبشور، معايا جبنه موتزاريلا لو تحبي، كوسه مبشوره، بطاطس مبشوره، وبيضتين، وملح وفلفل طبعا. هنشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي. تعالي معايا شوفي بقى. هنحط البطاطس المبشوره مع بعض، هنحط كل حاجه مع بعض على بعض. البيضتين، الكوسه، والجزر، طبعا حبه الملح، حاولي ان انتي ما تكتريش ملح، والفلفل الاسود. هنقلب بقى كل ده مع بعض، وتعالوا بقى هنقول لكم هنعمل ايه بعد كده. طاسه على النار، نحط فيها معلقه زيت او معلقه سمنه. احنا كده صبينا الخليط في الطاسه، ياخد وش بس من تحت، وبعد كده نقلبها على الوش التاني، واقول لكم هنعمل ايه بالجبنه. وبكده بعد ما قلبناها اخدت وش حلو قوي من هون. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الجبنه على الوش ووطي عليها خالص اهو. طبعا انت عايزه تحطي جبنه تمام، مش عايزه براحتك، بس وهنغطي الجبنه. غطينا الجبنه وعلى نار هاديه خالص لمده دقيقه. وبكده احلى فطار اتعمل. الجبنه ساحت على الوش، طعمها صدقوني خرافه، حلوه جدا، هتعجبكم وتغيير في الدايت. لو عجبكم الوصفه اكتبولي في الكومنتات، وانا احب اسمع رايكم قوي جدا في الكومنتات. واللي ما عملش شير يعمل شير، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي مشتركش في القناه يشترك. وكل جديد مع شيري.